محمد شريف احترف وراح الخليج السعودي، ويا صاحبي خلينا نتكلم بصراحة، الفلوس كل حاجة. ايوه الفلوس كل حاجة. محمد شريف هياخد 70 مليون تقريبا في الخليج السعودي، في مصر بياخد 10 12 مليون 15 مليون بالاعلانات بدنيته كلها. الفرق بعيد قوي. خرج من بوابة النادي الاهلي من الباب الكبير، خرج بعلم النادي الاهلي. هيرجع بقى بيراميدز، هيرجع الزمالك، دي مش شغلتنا. احنا اللي هنتمنى له الخير. لكن محمد شريف لو هتتكلم بصراحه ما هوش المهاجم الفذ، هو كان بيعرف يجيب اهداف. محمد شريف هداف، عنده الحس التهديفي، انما مش مهاجم، مش شيال. ما يقدرش ياخد كده قطر النادي الاهلي ويبقى هو اللي دايس بيه في المحافل الدوليه. محمد شريف هيخوض تجربه جديده، نتمنى له كل التوفيق. وقت عودته بقى دي بقى موضوع تاني، هناخده بقى عليه الضمانات، هناخده عليه بقى كمبيالات. النادي الاهلي مش بيقف على حد في الاخر. قدرنا راح بيراميدز، هيعمل ايه؟ هو وطموحه في الاخر هيروح فين؟ فالنادي الاهلي هو